ساعات بنمر بلحظات صعبة بنحس فيها بضياع بإحباط أو حتى يأس، لدرجة إن إحنا ممكن نقول هنسيبها للموت ونستناه. الكلمة دي ليها واقع خاص، لأن هي بتعبر عن شعور عميق بالعجز أو فقدان الأمل في الحياة. لكن بجد، هل ده هو الحل؟ هل الاستسلام للموت كفاية؟ هو المفروض اللي يحصل. النهاردة جايين نتكلم بصراحة عن الإحساس ده اللي كتير مننا بيسمعوا الفيديو وحسوه، ونفهم ليه بيجي، إزاي ممكن نتعامل معاه، وليه مهما كانت الظروف صعبة الحياة دايما بتستاهل إننا نتمسك بيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة الإحساس اللي احنا كلنا بنحسه، الرغبة في الاستسلام للموت، ده إحساس مؤلم جدا ومحدش يتمنى إن هو يمر بيه. ممكن يجي بعد صدمة كبيرة، فشل متكرر، ضغوط نفسية واجتماعية متواصلة، أو حتى مجرد إحساس بالوحدة والضياع. الأفكار دي لو سيطرت على الدماغ ممكن تخلي الحياة تبان كأنها حمل تقيل مفيش منه فايدة. لكن لازم نعرف إن الإحساس ده مؤقت، وإن دايما في أمل، وإن القوة علشان نتخطى ده موجودة جوانا أو ممكن نلاقيها بالمساعدة. ليه الإحساس بالموت والاستسلام ده بيظهر؟ الإحساس ده مش بيجي من فراغ، وغالبا بيكون مؤشر على حالة نفسية معينة، واحنا دايما بنكون محتاجين للاهتمام. اول حاجة اليأس، فقدان الامل. لما بتشوف كل الابواب مقفولة ومفيش اي نور في اخر النفق، الإحساس باليأس ممكن يسيطر عليك. بتحس إن مفيش حاجة هتتغير، وإن المجهود اللي بتبذله ده ملوش لازمة. وكمان بتكون بتحس بالعجز وعدم السيطرة. لما بتكون الظروف أقوى منك ومش قادر تتحكم في أي حاجة بتحصل حواليك، الإحساس بالعجز ده ممكن يدفعك للاستسلام، كأنك بتقول مفيش أي حل تاني غير إني أسيب الأمور تمشي لحد نهايتها. الاكتئاب الشديد، الاكتئاب ده مش مجرد حزن، ده مرض نفسي بيأثر على طريقة تفكيرك ومشاعرك وكمان سلوكك. الشخص المكتئب بيشوف الحياة بمنظور سلبي جدا، بيفقد القدرة على الاستمتاع بأي حاجة. ممكن توصل بيه الأفكار لدرجة التفكير في الموت. العزلة بقى والوحدة دي أخطر حاجة. البشر بطبيعتها كائنات اجتماعية جدا. لما بنحس بالوحدة الشديدة وإن مفيش أي حد فاهمنا أو جنبنا، الإحساس ده ممكن يكون مدمر، ويخلينا نفقد رغبتنا في التواصل مع الحياة. الصدمات النفسية القوية، التعرض بها لصدمة نفسية زي فقدان شخص عزيز أو التعرض لحادث أليم أو صدمة نفسية كبيرة، ممكن يخلي الشخص يدخل في حالة من الانهيار النفسي، اللي ممكن توصل بيه الأفكار السلبية إنه يستنى الموت أو حتى أفكار انتحارية. طيب إزاي نتعامل مع الإحساس ده؟ حياتك تستاهل، وده الهاشتاج بتاع النهاردة، حياتك تستاهل. لو بتحس الإحساس ده أو تعرف حد بيمر بيه، لازم تعرف إن في خطوات تقدر تاخدها، وإن دي مش نهاية العالم ولا نهاية الطريق. أول حاجة، ما تكتمش. أول وأهم خطوة هي إنك ما تكتمش جواك، وتكلم مع حد بتثق فيه، صاحب قريب، فرد من عيلتك، شيخ بقى أو أيا كان، حد يسمعك بجد ويفهمك. الكلام بيخفف الحمل. اطلب المساعدة المختصة فورا. الأفكار دي بتتردد في دماغك كتير، لو بتحس إنك مش قادر تسيطر عليها لازم تطلب المساعدة من طبيب نفسي أو معالج نفسي. وبالمناسبة عملنا له فيديو هنا في القناة، هسيبهولك في أول وصف. إن الدكتور النفسي ده مش شعار ولا حاجة، ده قسم في كلية الطب، وإن إحنا لازم نستعين بيه. ده مش ضعف وده مش شجاعة. الأمراض النفسية زيها زي الأمراض الجسدية، محتاجة علاج. في دكاترة ومعالجين متخصصين يقدروا يساعدوك تطلع من الحالة دي. لازم إنك تركز على الأساسيات الصغيرة دي. في الأوقات دي ممكن تحتاج الحاجات الكبيرة المستحيلة. ركز على الحاجات الصغيرة جدا، في كل وجبة صحية، نام عدد ساعات كفاية، اشرب مية، اتحرك شوية. مجرد إنك تعمل الحاجات الأساسية دي ممكن يدي دماغك إشارة إن في أمل. انت مش شجاع في الفترة دي، وانت مش ضعيف. ابحث بقى عن نقطة ضوء صغنونة كده. في أي موقف صعب حاول تلاقي أي حاجة إيجابية مهما كانت صغيرة. ممكن تكون شروق الشمس، ابتسامة طفل، أغنية بتحبها، أو حتى مجرد كوباية قهوة حلوة. النقط دي ممكن تكون بداية الخروج من النفق. افصل عن المسببات السلبية. لو في أي أشخاص، أماكن، أو حتى محتوى معين على السوشيال ميديا مثلا بيزود إحساسك باليأس، حاول تبعد عنه قدر الإمكان. اعمل لنفسك مساحة آمنة.
افتكر قيمتك وإن ليك معنى في الحياة، وإن وجودك ده في الحياة له معنى. أنت مؤثر في حياة ناس حواليك حتى لو متعرفش ده. ممكن تكون شخص بيسند حد تاني أو بيزرع الأمل في قلب ناس، أو حتى مجرد وجودك بيضيف حاجة للعالم. الحياة بتستاهل إنك تعيشها علشان تكتشف المعنى ده. الإيمان والروحانيات، لكتير من الناس الرجوع للدين والروحانيات ده بيوفر طاقة أمل وصبر غير عادية. الصلاة، الدعاء، قراءة القرآن أو الكتب السماوية، التأمل في عظمة الخالق، كل ده ممكن يدي قوة وطمأنينة تعديك من أي محنة. وفي النهاية تعالى أقولك إن الإحساس بالاستسلام والموت ده إحساس قاسي أوي ومؤلم، لكن مش نهاية المطاف، هو جرس إنذار إنك محتاج تقف وتاخد بالك من صحتك النفسية. الحياة بكل ما فيها من تحديات وصعوبات، وكمان فيها لحظات فرح ودروس بتتعلمها وفرص جديدة ممكن تظهر في أي لحظة مهما كانت الظروف قاسية. في دايما نور ودايما أمل، وفي دايما فرصة للتغيير للأحسن. ما تستسلمش، اطلب المساعدة وتمسك بالحياة. انت أقوى مما تتخيل. يا ريت تشاركونا برأيكم في التعليقات. ايه اللي ممكن تعمله لما تحس بالإحساس ده؟ وايه النصيحة اللي ممكن تديها لحد بيمر بلحظة يأس أو عنده أفكار انتحارية، أو حتى عنده إن هو يقعد يستنى الموت أفضل من إن هو يحاول يقوم؟ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلوكم كل جديد، وشير الفيديو ده مع كل تعرفوهم علشان نوصل الفكرة دي لأكبر عدد من الناس. وما تنسوش تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت. أتمنى من الله عز وجل إن هي تفيدكم. نشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.